شوف، لأول مرة اعترض على مثل قالوه أجدادنا زمان لما قالوا إن طلع العيب من أهل العيب ما يبقاش عيب. لا سوري، أنا آسف، ما تمشيش كده معايا بالظبط. ليه يا دولة معترض على إيه بالظبط؟ معترض على إنه البوبي لو هوهو على حضرتك وسبته مرة هيجي يقرمك التانية. في حاجة اسمها دي للبوبي لن ينعدل لو علقوا فيه قالب. تعالوا بينا نعرف كل التفاصيل. اهلا بيكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح سعيد، صباح شريف، يوم مبارك لجمهورنا العظيم ولامتنا يا رب ان شاء الله بكل الخير كل سنه، وكل اخواتنا وعائلتنا الفخيمه طيبين. وسؤالين وتصويتين في بدايه الحلقه. بعد سنتين من زياره الكابتن محمود الخطيب لما راح بايده ممدوده بالسلام لمجلس اداره نادي الزمالك الحالي، شايف ان هم كانوا يستحقوا المبادره دي ولا لا يستحقوها؟ والسؤال الثاني، هل شايف ان الواقعه بتاعت شاني هوكري عضو مجلس اداره نادي الزمالك المره دي هتمر مرور الكرام؟ قول لي رايك تحت في التعليقات. اخبط عينك على عداد اللايكات، طمني عليك في التعليقات، ونبدا قبل اي حاجه ونقول بسم الله ونزيد النبي صلى الله عليه وسلم. انا شايف يا مستر ريبيرو كنت تشغل الشغل حضرتك واللعيبه وهي على الطياره تتمرن لها تمرينتين كده بالمره. يبقى رحله طويله جدا يا جماعه، الرحله لسه ما خلصتش لغايه دلوقتي. لغايه دلوقتي ما زالت صور بعثه النادي الاهلي بتنزل على الصفحه الرسميه ولا تغلو من القفشات المعتاده زي الصوره اللي بحطها قدامك كده الخوزيه ريبيرو. طبعا الجمهور ماسكه. يا عم ما تضحك يا عم، يا عم اضحك ربنا يفكها عليك ان شاء الله، ولا طلع اللاب اعمل لنا ان انت بتدرس فريق انتر ميامي. يا جماعه اعطاء الراجل شويه، الله يكرمكم، الراجل شخصيته جد، والراجل اصلا عنده فوبيا من الطيارات. يعني الراجل كون ان هو بيحاول يعني يزق بقه من هنا لهنا يحاول يضحك شويه، ده انجاز حضراتكم. الى جانب عشان حضرتك تبقى عايش اجواء البعثه واجواء الرحله الصعبه جدا، النادي الاهلي كان من المفترض يا جماعه 4 ساعات ونص لغايه دبي. ده اولا كده بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده ترانزيت في دبي يصل من 3 ل 6 ساعات. بعد كده رحله من دبي لغايه امريكا. خلي بالك مفيش رحلات مباشره الا نادرا جدا من دبي لامريكا. الرحله المباشره بتاخد 16 ساعه، ما بالك في رحله ممكن يكون فيها ترانزيت تاني ساعتين 3. احنا بنتكلم عن شاكب راكب 24 ساعه. ايه رحله ممكن تتجاوز اليوم الكامل. عشان كده كنت بقول اللعيبه تتمرن على الطياره كمان يا جماعه. مش كده بس، خد عندك كمان الفريق ان شاء الله لما يوصل يلعب اول مباراه على ملعب هارد روك قدام فريق انتر ميامي. لسه بعد كده عندك رحله طيران داخليه 4 ساعات ونص لولايه بعد كده نيو جيرسي، عشان على ملعب ميتا لايف يبقى عندك مباراه قدام فريق بالميراس، والمباراه الاخيره الختاميه ان شاء الله لصعودنا بامر الله تعالى يا رب بدون مقاطعه من دور المجموعات قدام فريق بورتو البرتغالي. بعيشك في الاجواء عشان تبقى عارف قد ايه ان الرحله شاقه، عشان تبقى عارف ان اللعيبه لسه بينتظرها رحله ثانيه عشان بعض المدلسين اللي طالعين يقولوا لك هو كابتن محمود الخطيب ما سافرش، اكيد ما طلعش تاشيره. يا مدلس يا جاهل منك ليه؟ ده كابتن محمود الخطيب سفيره امريكا كانت لسه عنده في النادي من كام يوم. الراجل 70 سنه ربنا يديله الصحه، مش حمل رحله طويله زي دي. كابتن محمود الخطيب خلال الساعات اللي جايه بيطور على رحله طيران مباشره ان شاء الله من القاهره لامريكا، تقلل ساعات الطيران عشان يكون موجود في الافتتاح معانا بامر الله تعالى. كلنا ندعي له بالشفاء العاجل ويكون موجود معانا ان شاء الله. بالله عليكم بس انا ليا طلب صغير قبل ما نختم اخبار البعثه. طبعا النت على قفشه يا جماعه، النت قفشه عمال بدروا فيديوهاته بيقول لك وصلت ليونيل ميسي، وحالفا لما يشوف قفشه الا يفرتكوا في الملعب. اللهم بلغت اللهم باشا. طيب تعالوا بقى نروح لاخبار المونديال. ونادي انتر ميامي بيحاول يعمل كل ما بوسعه عشان يامن مباراته قدام النادي الاهلي. اولا كده بالنسبه ليونيل ميسي، صحف الارجنتين بتتكلم عن ان في مباحثات مكثفه وان في اقتناع من الجهاز الفني لمنتخب الارجنتين براحه ميسي، ما يتمش الدفع بيه الا في اوقات احتياجهم للمباريات، خاصه ان فريق الارجنتين في المجموعه المؤهله لبطوله كاس العالم فارق عن اقرب منافسيه بحوالي 8 نقط. يبقى هيخليه على الدكه وينزل ان شاء الله وقت ما نحتاجه. عشان كده بدعي المنتخب التشيلي العربي الشقيق يسجل جون كده ان شاء الله اول المباراه عشان يضطروا ينزلوا ميسي، ولا يتغلبوا اول ماتش عشان يضطر يلعب المباراه الثانيه. كان المباراه الثانيه هي الاهم. الى جانب كمان يا جماعه تم الاعلان رسميا عن تخفيض قيمه تذاكر مباراه الافتتاح بنسبه تتجاوز ال 50%. زي ما بعرض عليك كده الصحف الامريكيه بتتكلم عن ان الملعب اللي بيشيل 65,000 متفرج ما تمش قطع غير 20% فقط من التذاكر بتاعته قبل 10 ايام، ودي طبعا كارثه بالنسبه لانتر ميامي اللي منتظر حضور جماهيري تاريخي يدعم النادي بتاعه. جانب كمان جهزي معاك واحده حصل يا دوله. الكل يا جماعه عمال بيتغنى امبارح بمين؟ فاكر مباراه بورتو ومباراه نادي الوداد اللي كلمتك عنها ونقاط قوه فريق الوداد؟ كل الناس بتتكلم امبارح عن تالق دييجو كوستا حارس مرمى منتخب البرتغال اللي عمل مباراه تاريخيه امبارح في النهائي بتاع دوري الاوروبي ما بين البرتغال وما بين المانيا اللي كسبوه 2-1 بهدف الدون كريستيانو رونالدو. ولكن دييجو كوستا كان نجم المباراه الاول بتصديه ل4 تصديات حاسمه. لما قلت لك في مباراه قدام الوداد ان ده يمكن بعد المهاجم صامويل تاني اكتر نقطه
قوه بالنسبه لفريق بورتو. الراجل توج بافضل حارس في الامم الاوروبيه، توج امبارح بافضل حارس في الدوري البرتغالي، وحقيقه يعني فريق بورتو يمكن نقطه قوته هتكون التحدي الاول هو ان احنا نزور مرمى دييجو كوستا في المباراه اللي بالتاكيد هتكون هي يعني العنوان الابرز في مجموعه النادي الاهلي في المونديال. ولكن استمتع بعظمه النادي الاهلي وانت بتسمع الموقع الرسمي الام ال اس ليج الدوري الامريكي وهو بيتكلم وبيحذر فريق انتر ميامي من النادي الاهلي. الموقع زي ما بعرض عليك كده بيحذروا فريق انتر ان مش لازم يتم الاعتماد على ليونيل ميسي وسواريز فقط ان هم الايادي اللي بتسقف ضد النادي الاهلي. اتكلموا عن ان النادي الاهلي بيملك خبره في البطوله، ان النادي الاهلي واجه فريق سياتل ساوندرز قبل كده في المواجهه الاولى والاخيره ما بين الانديه المصريه والانديه الامريكيه، وقدر النادي الاهلي يكسب فريق سياتل اللي في نفس مركز نادي انتر ميامي في مجموعه شرق، سياتل في مجموعه غرب بيملك نفس المركز ونفس عدد النقاط، لكن طبعا الزخم بتاع ميسي متفوق على كل حاجه، فعشان كده بيتكلموا عن الخبرات الكبيره. مش كده وبس، لقطوا نقطه مهمه جدا ولاد الذين، قال لك الصفقات اللي بيعملها النادي الاهلي وعلى راسها محمود حسن تريزيجيه ده ناقوس خطر قدام ماسكيرانو مدرب نادي انتر، لان انت هتواجه فريق مغير حوالي 5 أو 6 لعيبه من قوامه الاساسي، يعني مفاجاه بمدير فني جديد مش معروف اسلوبه كمان، ودي نقطه بامر الله تعالى تكون حاسمه للنادي الاهلي في مباراه الافتتاح. خدت بالك من عظمه النادي الاهلي؟ خدت بالك ان احنا ما بنتكلمش كوره الا لما بنتكلم عن ماتشات النادي الاهلي؟ عشان بعض اخواتي يقولوا لي يا دوله الموضوع الساركازم والكلام بمرح وسخريه، يا فندم بالله عليك انا هشاهدك سؤال بجد والله، هو في حاجه عندنا في دوري القطايف واللطايف بنعرف نتكلم فيها كوره اللي عن النادي الاهلي؟ يا راجل يا راجل صباح الفل. تعالوا نرجع لمستنقع المحليات مرة تانية ونتوقف مع فقرة 5 ضحك وفرفشة اللي بتأتيكم من الجانب الأبيض من المدينة، اللي بتأتيكم النهاردة بعنوان من آمن العقاب أساء الأدب. تعالى يا سيدي اتفضل، ما أنا ممكن ألبس لك بدلة والله وأرسم لك الشياكة وأتكلم نص كلام إنجليزي، لكن لما بنتكلم عن دوري القطايف واللطايف بنتكلم عن قلة الأدب والله يا جماعة. أدي الواقع اللي إحنا بنعيشه. سؤالين بس قبل ما أكلمك عن تطورات التجاوز اللي حصل من أستاذ شاني هوكري عضو مجلس اداره نادي الزمالك في حق جمهور النادي الاهلي. سؤالين، هو فين وزير الشباب والرياضه يا جماعه؟ هو مش مولد بيراميدز اتفض؟ هو المولد الاحتفال ولم الاتوبيسات ده اتفض خلاص؟ هو مش موقع حضرتك يا فندم المفروض لو حصل تجاوز زي اللي حصل خلال الساعات اللي فاتت دي ان يكون في انتفاضه من وزاره الشباب والرياضه اللي المفروض اللي هي الحارس الاول على عدم انتشار الفتنه والكراهيه والتعصب ما بين جماهير الانديه؟ فين رعاة الاخلاق وحماة حمى الاخلاق من انصاف الاعلاميين اللي بيطلعوا علينا كل يوم في الاعلام؟ لا لا لا, لا ما ينفعش احتفالاتك كده يا امام عاشور، ما ينفعش يا جماعه الاسقاطات اللي بتحصل من النادي الاهلي في الاعلانات بتاعته دي. لا اسقط الله لكم حسا، بتتكلموا عن الاسقاطات اللي ممكن تؤول وتفسر بشكل او باخر، انما الشتايم الواضحه والصريحه انتوا مش من هنا. النادي الاهلي رسميا بعد تحركات من مجموعه من المحامين اللي بنوجه لهم كل الشكر زي المستشار محمد رشوان، زي سياده المحامي طبعا اشرف عبد العزيز، اللي اعلنوا مقاضاتهم رسميا لهاني شكري عضو مجلس اداره نادي الزمالك. طبعا ده ما كانش كافي، مع تحياتنا الكبيره طبعا لمجهوداتهم. اداره النادي الاهلي اعلنت انها فوضت السيد او المستشار محمد رشوان انه هيكون مفوض من النادي الاهلي لمخاطبه النائب العام ورفع قضيه رسميا على المدعو هاني شكري اللي تجاوز في حق جمهور النادي الاهلي. والحقيقه انا يا جماعه دي اقل حاجه ممكن تتعمل لمجلس للاسف من اوله لاخره كلهم متجاوزين اخلاقيا. يا راجل ده الراجل من انبطاحه طالع بيشحت من ممدوح عيد بطوله الدوري، ولا همه صوت النادي بتاعه ولا اي حاجه. لا وخد بالك من الثاني اللي هو عشان الدولارات ما يقدرش يفتح بقه، وهو معروف ان هو كان واحد من التراس اهلاوي زمان، سمع شتمته جنبه بودانه قاعد يضحك. مش عارف اسميها ايه والله، مش عارف بيسموا الموقف او بيطلقوا على الشخص اللي ممكن بيحصل منه بادره زي دي ازاي وهو عارف ان اللي جنبه بيشتمه وش وما قدرش يرد عليه حفاظا بس على شويه الدولارات. مش عارف اسميها ايه يا جماعه. ولكن اداره النادي الاهلي مطلوب منها انها تاخد حقها قانونا قبل ما تدور على حقها ضد المتجاوزين. اداره النادي الاهلي مطلوب منها الفتره اللي جايه تدقق في موضوع الرخص بتاعت الانديه. مفيش نادي اسمه يكون متعثر ولا ما قدمش الميزانيه بتاعته ولا عليه مديونيات ياخد الرخصه ولا يعيد الصفقات بتاعته. النادي الاهلي لازم يدور على حقه في اللعب المالي النظيف عشان كل متجاوز يتعلم الادب. والحقيقه زي ما علقت من سنتين او سنه ونص على زياره كابتن محمود الخطيب لاداره نادي الزمالك، وقتها قلت دي الزياره الاخطر. ليه؟ لان وقتها ما لومتش على كابتن محمود الخطيب ان هو راح زار اداره نادي الزمالك، لكن قلت دي الزياره الاخطر لانها المحاوله الاخيره اللي حاول فيها كابتن محمود الخطيب ان يمد ايده بالسلام بعد سنين تجاوزات من اداره نادي الزمالك في حق الاهلي وجمهوره ورئاسه النادي الاهلي، وهيحط مجلس اداره النادي الزمالك تحت ضغوطات انها الفتره اللي جايه تبدي بوادر حسنه. عد معايا البوادر الحسنه دعم للجماهير والتجاوزات الاخلاقيه في المدرجات، دعم للاعب اشار اشارات خارجه لجمهور النادي الاهلي في كره الطايره، اعضاء مجلس ادارات طالعين بيشتموا جمهور النادي الاهلي، مندوب اعلامي كان طالع بيقول لك هنشوف امام عاشور نديله بالجزمه بعد كده في الشارع. حقيقه
الموسم بينتهي بنقطه ما اقدرش الوم فيها على كابتن محمود الخطيب، لان كل اناء من الناحيه الثانيه بينضح بما فيه، ودي اعتقد افضل نهايه تنهي بيها الموسم اللا اخلاقي لنادي الزمالك ده، ان يتجاب واحد من افامن عندهم من مجلس الاداره يتجرجر يطلع عليه احكام ويتحبس. هي دي النهايه اللي تليق بيهم بصراحه يا جماعه. لا ويجي واحد بعد كده من جمهور نادي الزمالك يقول لك ايه يا سيدي اعتبره امام عاشور. خدت بالك احنا وصلنا لايه؟ وصلنا لمرحله ان هم بيدافعوا عن التجاوزات الاخلاقيه عادي جدا. هذا وقد اتتكم فقره 5 ضحك وفرفشه اليوم برعايه، واللي يقول لك اعتبره يا سيدي امام عاشور، قول له لما تعتبر السيده الفاضله هل هي حبيبه فعلا مرتضى منصور؟ لو اعتبرتها كده نبقى نشوف ايه موضوع امام عاشور. شايفين يا جماعه احنا وصلنا لايه؟ وبعد كده واحد يقول لك انت بتتكلم عن الموضوع بسخريه وبتهكم ليه؟ ما هو اللي بنشوفه يا فندم حضرتك. انا بستغرب والله على كميه التجاوزات الاخلاقيه اللي الواحد ممكن يمسكوا سف عليها ليل نهار، وعلى الرغم من كده ناسيينها ومش فاكرينها وبتتكلموا على تفاهات والله بالنسبه للي بيحصل عندكم. لكن تعالى بقى حبيب اخوك نروح لجديد سوق الانتقالات وجديد الشائعات. اخبط عينك على عداد اللايكات، انت قاعد اجازه بقى النهارده. يلا نوصل الحلقه اول ساعه رقم ونشوف كده هنحققه على مدار الحلقه اللي جايه ولا لا. يلا نوصل الحلقه اول ساعه 7 8000 لايك، دعم اخواتي الجبار انا دايما منتظره. تعالوا نروح لخارطه الاجانب. وناس امبارح كانت بتسالني يا دوله هو ازاي النادي الاهلي بيفكر في التعاقد مع لاعب او 2 اجانب بعد المونديال واحنا عندنا عدد الاجانب مكتمل؟ تعال اقول لحضرتك دلوقتي، هل التفكير هيكون في اللعيبه تحت السن وان احنا عندنا 3 اماكن ممكن نستغلهم مقفوله؟ ليه مقفوله؟ النادي الاهلي لو استعان بلاعب تحت السن بالكتير هيكون لاعب، لان انت ما زلت تحت رحمه اتحاد الكوره واللائحه بتاعته اللي بتقول انت لازم تشارك ب5 بس في قائمه المباراه. اذا اللاعب تحت السن سواء جبت 1 او جبت 3 هيفضلوا تحت رحمه ان انت في يوم من الايام هيكون لاعب عندك مصاب من اللعيبه الكبيره، عشان كده وقتها هيسمح لك ان هو تدخل لاعب من اللعيبه الشباب. التفكير ان انت عندك دلوقتي في 3 لعيبه اجانب قد يحدث متغيرات في موقفهم بعد المونديال ان شاء الله. اولا اشرف داري، زي ما كلمتك قبل كده في عروض سعوديه بتتابع اللاعب وبتتناقش مع النادي الاهلي، قد يكون اشرف داري بره النادي الاهلي بعد المونديال. الى جانب النقطه الثانيه كمان عندك يحيى عطيه الله. يحيى عطيه الله لغايه دلوقتي في كلام كتير جدا، لكن الاخبار الاكيده اللي وصلاني ان ريفيرو معجب جدا باللاعب، ولكن في هيستوري سيء بالنسبه للاعب وسوء حظ كبير انه ما قدمش حاجه كبيره على مدار الفتره اللي فاتت. وارد جدا ان النادي الاهلي يحاول بعد المونديال ان شاء الله يجدد اعاره يحيى عطيه الله لمده سنه في حال وافق فريق سوتشي بعد المونديال، بعد ما اللاعب يقدم 3 مباريات قويه في المونديال بامر الله تعالى. يتبقى مكان اليو ديانج اللي وارد جدا بعد المونديال يتم بيعه، رغم ان خوزيه ريفيرو متمسك بيه حال ان تم الابقاء على حمدي فتحي، وبكده يبقى ضربت عصفورين بحجر واحد. استثمرت في اليو ديانج وابقيت على حمدي فتحي اللي مفيش حد يختلف عليه، وعلى انه يعني اضافه ايه يا جماعه؟ واحد من الاساطير ما شاء الله بالنسبه للنادي الاهلي في خط النص. ان كان ده موضوع المحترفين الاجانب وايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه، تعالوا بقى نروح لزيزو. كلما يقترب موعد الاعلان عن زيزو هيزيد الصياح يا جماعه. صياح شغال بص على مدار الساعه ما شاء الله. اولا مع استاذ احمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، تاني طلع بيتكلم بيقول لك هو انا مستعجل جدا لفريق سيراميكا كليوباترا. فريق سيراميكا كليوباترا هو انت دايما مش بتلقح على النادي الاهلي؟ قال لك لا هلقح المره دي على سيراميكا. ازاي يا سيراميكا وانت كان عندك مباراه في كاس الرابطه 6 احمد رمضان بيكهام يروح للنادي الاهلي؟ يا جماعه هي كلها ده اللي كان ناقص يقول كلها مكوسه للنادي الاهلي ولا ايه؟ والله مصدر تعجب حضرتك، واللي انا متاكد منه دايما ان التعجب ده بيجي لعدم فهم، لا مؤاخذه يعني يا فندم. ليه عدم فهم؟ لان ببساطه الكيس بتاعت اللعيبه اللي بتنتقل لاي نادي دلوقتي داخل الدوري المصري حاجه من اتنين، يا اما النادي بتاعها سمح ليها انها تمشي زي اكرم توفيق ورامي ربيعه كده، او ان الموسم انتهى زي ما يحصل كده بعد ساعات ان شاء الله بعد مباراه نادي الزمالك وبيراميدز، وبعدها ان شاء الله النادي الاهلي يعلن عن احمد السيد. خالد الغندور طلع برضو على شاكله الكلام عن اللوائح والقوانين اللي بتتظبط لنادي تاني، قال لك الله يا جماعه هو مش ابراهيم سعيد كان في نفس الكيس دي بتاعت زيزو من كام سنه لما كان مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي خد حكم عليه من المحكمه الرياضيه المصريه ايقاف لمده 6 شهور وغرامه 1.5 مليون لانه رفض عروض مقدمه ليه والنادي الاهلي ما استفادش منه؟ يا ابني انت هتفضل لامتى كده؟ لامتى هتفضل بتطمس الحقائق؟ هو زيزو حضرتك رفض اي عروض اتقدمت ليه داخل نادي الزمالك؟ طيب حضرتك هتقدر تطلع تعترف ان نادي الزمالك رفض عرض 10 مليون دولار قبل كده في زيزو، بعد كده 5 مليون دولار، وتصدم جمهورك ان اللاعب بيرحل مجانا في النهايه؟ اللي ياكد لك ان النادي ده عمره ما هتقوم له قائمه بالشكل ده ان جمهور نادي الزمالك معظم تعليقاته عنده يا جماعه خلاص بقى يا خالد ما تقلبش علينا المواجع، ما كلنا عارفين بقت ماشيه ازاي. انا هفكر في المظلوميه والمؤامره، انما افكر في ان انا كان عندي مشاكل وما حلتهاش ووصلتني للوضع اللي انا فيه ده، لا خالص مش هفكر التفكير ده. رسميا كرباج سوداني يا فندم، نادي الاهلي تسلم خلال الساعات اللي فاتت مخاطبه رسميه بالاستفسار من اتحاد الكوره، مخاطبه رسميه بختم النسر. يا اتحاد كوره بعد نهايه مباراه كاس مصر يحق لي ان انا اعلن عن اي صفقه خدتها من الانديه اللي بتلعب في نهائي كاس مصر دي. اتحاد الكوره قال له اتفضل انت واي نادي موجود في الدوري المصري تمموا صفقاتكم عادي تماما. زيزو
ان شاء الله خلال ساعات هيكون اعلانه رسميا حصل في النادي الاهلي يا جماعه. وكان والله ليا استفسار انجاز ليا، يعني ان احنا نقدر نغير حاجه. انا عارف ان الاعلان اتصور بقاله يومين دلوقتي، ولكن اتمنى من تيم ميديا النادي الاهلي ما تصبروا شويه يا جماعه. ليه تصبروا شويه؟ بعد التجاوزات الاخلاقيه اللي حصلت دي حضرتك نفس الاعلان يكون يعني بص ينزل على دماغهم كل الاسقاطات الممكنه والغير ممكنه. ما هو لما حضرتك بيصيحوا من الاسقاطات ومش عايزيننا نعاقب على التجاوزات، لا يبقى في الاعلانات بتاعتنا نعمل اللي احنا عاوزينه. اجلوا الاعلان يا جماعه 24 ساعه وجهزوه من جديد عشان ينزل دش وعيد علينا في اول ايام العيد بامر الله تعالى. وبس يا رب تكون الحلقه عجبتكم. استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره رحمه الله عليه هو وكل امواتنا جميعا، واشوفكم على خير بعد مباراه بيراميدز والزمالك، واكيد هتكون بعدها صياح كتير ان شاء الله. شكرا ليكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله.